رئيس الجمهورية يتلقى تنويرا من حكام ولايات فنجاك لول وليتشور. رئيس المجلس التشريعي القومي الانتقالي يشيد بدور الكنائس في توعية المواطنين. أهلا بكم إلى تفاصيل الأخبار. تلقى رئيس الجمهورية الفريق أول سلفا كير مايارديت تنويرا اليوم عن الأوضاع الأمنية في كل من ولايات لول ليرجور فنجاك. وناشد السيد جيمس كوك عقب لقائه رئيس الجمهورية المواطنين في جنوب السودان بالعمل على الاستقرار والسلام لربط النسيج الاجتماعي، مؤكدا وقوف مواطني الولاية خلف رئيس الجمهورية ونائبه من أجل تنفيذ اتفاقية السلام. Number one, we discuss issues that pertaining establishment of Fangag State in different areas, being structures of the government, the representations of other political parties, and also the current structure on counties. This message must go across that we, the government of the Republic of South Sudan. وفي سياق آخر قال السيد رزق زكريا حسن إنه بحث مع السيد رئيس الجمهورية كيفية إعادة السلام والاستقرار إلى كافة المناطق في ولاية لول بواسطة قوات الجيش الشعبي. A very successful meeting with His Excellency the President General Salva Kiir Mayardit. I did brief him about the security situation of Lol State in general and of Raja in particular, especially after the events which had taken place in Raja between the 15th of June, of which the IOs, disgruntled IOs and the peace group infiltrated the town and devastated the area. Brief him fully about that events, and I told him also about the progress which we did with the Galan SPLA forces in terms of repulsing and combing the whole areas of Raja from the rebels. Brief him about that one, and also I discussed with him about the way forward, because we knew the IOs and the rebels, they will not keep silent. For sure they will keep disturbing the whole area. That is how we did strategize it. And also we talk about the other developmental issues. إلى ذلك ناشد حاكم ولاية ليرجور بيتر لامبوث في تصريحات صحفية عقب اجتماعه مع السيد رئيس الجمهورية، ناشد الأمم المتحدة بالعمل على إقناع قوات المعارضة بضرورة نقل معداتها الحربية بعيدا عن مدينة الناصرة. تلقى السيد تعبان دنجاي النائب الأول لرئيس الجمهورية تنويرا اليوم من السيد جيمس وانيجا نائب رئيس الجمهورية حول زيارته الأخيرة إلى البرازيل على رأس وفد البلاد المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو، والتي شارك فيها عدد من رموز الدول من مختلف أنحاء العالم. ووصف نائب رئيس الجمهورية المناسبة بأنها اتسمت بروح السلام والوحدة بين فينا، كما تطرق اللقاء أيضا إلى الأوضاع السياسية الراهنة بالبلاد. Very useful meeting. We request the Vice President, His Excellency Van Den Rai,
essentially, I came to brief you on my mission to Brazil, where we carried out a very important event. We raised the flag of our country, our new nation, in that international Olympics. And it was like a kind of, as if we were raising our flag in the United Nations. So that was a very historical occasion. We also explored the leaders of the different countries who came there. There were different heads of governments and states who also came to Rio de Janeiro. So we also had to do such meetings with them. أشاد السيد أنتوني لينو مكنا رئيس المجلس التشريعي القومي الانتقالي بالدور الملازم لولاية غرب بحر الغال سابقا ومساهمتهم في المجالات الاجتماعية الثقافية والأنشطة الرياضية في جميع أرجاء البلاد. جاء ذلك لدى لقاء اليوم وفد المنطقة برئاسة السيد تاسيرو جارجوك رئيس لجنة تنمية الدولة الجغرافية في البرلمان القومي. وأكد الوفد دعمه للقيادة الجديدة في المجلس التشريعي القومي لضمان وصول الخدمات الضرورية للمواطنين. لأنه هو يتولى المنصب جديد عشان كلنا الأعضاء جينا معاه لحضور ده عشان لنا كلنا ده نوري نيتنا بأننا كلنا نجيب معه في كل المعاصي وأي حاجة البطالة عشان ناس تقدر الجنوب بتاعنا بطريقة الكويسة. لازم يكون مجلس بدي رائبة الشعب للشعب عشان هو خدمات يصل للشعب بطريقة كويسة. المعاناة بتاع الشعب لازم المجلس بتاعنا ده وواسطه عشان يقلل التعب بتاع المواطنين. أشاد رئيس المجلس التشريعي القومي الانتقالي أنتوني لينو مكنا بالدور المتعظم التي ظلت تقدمها الكنيسة في توعية المواطنين. ذلك لدى لقائه بمكتب وفد الكنيسة الأسقفية بولاية النحرية برئاسة القس كانون أليسون يوكوي برفقة السيد بول يواني بونجو عضو البرلمان إلى جانب الدكتورة أويل مايوين نائبة رئيس المجلس. هذا وأكد رئيس المجلس وقوف المجلس جنبا إلى جنب مع الكنيسة في مواصلة برامجها الحديثة إلى إصلاح المواطن. Went to Yambio, where you come. That's next year. We'll be having it. وفي سياق مختلف تلقى رئيس مجلس التشريع القومي أنتوني لينو مكنا تنويرا حول الأوضاع الإنسانية والأمنية بولاية شرق النيل. قدمه وفد مجتمع طار بولاية شرق النيل برئاسة مولانا جابريل مجاك. هذا وامتدح رئيس مجلس التشريع لينو مكنا الدور الذي لعبه مواطني أطار في فترة النضال، داعيا إياهم للتمسك بالطرق القانونية فيما يختص بتمثيل أعضائها في البرلمان القومي. Relating to our area, Star County, we had fruitful present, and also we express our concern frame. التقى سيد قطلوك مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية بمكتبه اليوم وفد من ولاية شرق البحيرات برئاسة السيدة مريم بول، وناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بالسلام والتنمية في الولاية. ودعا رئيس الوفد في تصريحات صحفية الحكومة إلى حث النازحين في المعسكرات على ضرورة العودة إلى مناطقهم الأصلية. سلام بتاعنا بتاع جنوب السودان ده سلام لكل زول. سلام ده بدأ مننا وسلام
نينا بتمعين ونينا بنسأل ربنا السلام ده يكون في قلوبنا وما في كشمنا. سلام يبدأ من بلدنا لجيراننا للمصابة الجنوب كله. فنيا نسوان بتاع جنوب السودان ونسوان بتاع والإيسترن ليكس بصفة خاصة نينا بنناشطه السيد المستشار عشان يجيب ويلم يدينه مع السيد رئيس بتاعنا سلفا كير ميادت ومع النواب طاول الاثنين. وفي سياق آخر ناشد السيد تودات لوك مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية تجمع شباب الحركة الشعبية في المعارضة بدعم الاستقرار والسلام بالبلاد. جاء ذلك خلال اجتماعه بمكتب اليوم مع وفد شباب الحركة الشعبية في المعارضة برئاسة بول بيتر. وقال رئيس الوفد إنهم ملتزمون بدعم الحكومة من أجل تنفيذ بنود اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان. الأستاذ تورك الواق منيمي، وكان الاجتماع مثمر جدا وناقشنا ضرورة وأهمية الاستمرار في تنفيذ اتفاقية السلام باعتباره هدف استراتيجي نهائي من أجل إرسال استقرار بالبلاد، وأكد دعمه لنا لتحقيق السلام. وناقشنا قضايا أمنية وتكلمنا عن ضرورة فتح المنافس والمعابر للنازحين في مخيمات اللاجئين هنا في العاصمة. دعت نائبة رئيس المجلس التشريعي القومي الانتقالي أويل مايوين السلاطين إلى العمل من أجل توحيد المواطنين ومحاربة القبلية في أوساطهم. جاء ذلك لدى لقائها بمكتبها بممثلي سلاطين الولايات الجنوبية برئاسة شير ريحان. وأكدت السيدة أويل سعي الحكومة الدؤوب لتقوية قدرات السلاطين وبناء وطن واحد ومجتمع متعافي من النزاعات القبلية. من جهته ناشد ممثل السلاطين البرلمان القومي بضرورة إشراك السلاطين في البرلمان الانتقالي من أجل نشر السلام والمصالحة. دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي السيد دين الوركوال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي للعودة لجنوب السودان ومزاولة العمل في مشاريعها المختلفة. جاء ذلك لدى لقاء اليوم السفير كيا ماسيحيكو سفير اليابان في البلاد. وأكد وزير الخارجية استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد مطالبا الوكالة بمواصلة العمل في المشاريع التنموية. إلى ذلك قال السفير الياباني إن موظفي الوكالة اليابانية الذين غادروا البلاد مؤخرا لديهم الرغبة في العودة إلى جنوب السودان بعد حدوث الأوضاع الأمنية. The lives of the people, the lives of the common people in this country. I asked the ambassador to inform the JICA administration, the JICA people to come back. Especially through JICA, once peace comes back. It was very unfortunate that the security situation deteriorated and the JICA people were obliged to leave. But they very much hoped. They are very sad to leave this country. They were very happy to support the people in South Sudan. They conveyed to me the message that they love this country and they like to come back. التقى السيد دين الوركوال وزير الخارجية والتعاون الدولي بمكتب اليوم بالسيدة فارلي كورنيري برنامج الغذاء العالمي لإقليم الشرق ووسط إفريقيا. وبحث اللقاء كيفية إرسال المواد الغذائية للمتضررين في جميع أرجاء البلاد. وقال وزير الخارجية أن الحكومة ستعمل على توفير البيئة الملائمة للمنظمات لتقوم بنشاطاتها. Right now, WFP is working with government and partners to support 2.8 million people with food assistance, and I'm visiting now to look at how we can further scale up our operations in areas like Bahr el Ghazal. جددت الحكومة التزامها بتنفيذ اتفاق حل النزاع في جنوب السودان إلى جانب بذل المزيد من الجهود لوضع حلول للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تواجه البلاد. جاء ذلك خلال لقاء سيد دين الوركوال وزير الخارجية بمكتب اليوم السفير توني ستينيس سفيرة النرويج لدى البلاد. وأضاف الوزير أن الحكومة
تعملون على تحسين العلاقات بين البلدين وتطويرها. من جانبه ثمن سفير دولة النرويج دور الحكومة وقبولها نشر قوات حماية إقليمية بالبلاد، مشيرا إلى أن النرويج لديها الرغبة في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في جنوب السودان. We appreciate, and we have Norway always has a very special friend, and we will definitely miss her because she is going away from us. She has been very, very helpful and very, very great. We hope the successor will do the same. Meeting with the minister, I'm ending my duty here as the Norwegian ambassador to South Sudan by the end of this week. I've been here for 2 weeks. I came at the time where we were quite optimistic that we will have the peace agreement signed very soon. أكدت الأمانة العامة للحركة الشعبية دعمها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي من أجل معالجة القضايا الاقتصادية في البلاد. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جاء اليوم في جوبا السيد ستيفن ديوداو وزير المالية مع السيدة جيما نونكومبا الأمين العام المكلف لحزب الحركة الشعبية. وهنأت السيدة جيما نونو الوزير بمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية وتعيينه منصب. من جانبه قال السيد ستيفن ديوداو إنه سيعمل مع الحزب من أجل تقديم الخدمات للشعب جنوب السودان. On his new appointment, first we would like to thank and commend our President, His Excellency Salva Kiir Mayardit, for appointing Comrade Stephen Dew to this position at this challenging time. Today, as I said, we came to congratulate him and to encourage him because he has come to the ministry at a very challenging time, which we are all aware about. The economic situation is not an easy one, but we are here to encourage him that he is not alone. We will put our heads together to support him in this work. And of course, we still need the support of the international institutions to help us come up with the best economic strategies that will enable us to come out of this economic situation. We have also urged him to have a good working relationship with the central bank, so that because the two institutions are important for the economy of this country, by working together, they will be able to put our country back into a normal economic situation. I'm here representing them, so they came to encourage me, congratulate me, and advise and direct me how I can work together with them, with SPLM, with the leadership, and with colleagues to address the challenges that are facing our economy. They encourage me. I listen to their directive and their advice, and I will be at their disposal as my leaders and as my party. بحث السيد ستيفن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمكتب اليوم مع السيد ستيفن واني مايكل عمدة بلدية جوبا القضايا المتعلقة بالتنمية في المدينة. وقال عمدة بلدية جوبا إن البلاد ستتعاون، بل إن البلدية ستتعاون وزارة المالية لتحقيق التنمية في مدينة جوبا لعكس صورة مشرقة للبلاد. كما حن العمدة وزير المالية بمناسبة نيل ثقة رئيس الجمهورية متمنيا له النجاة والسداد في منصبه الجديد. تلقى السيد ستيفن ديودا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي من وفد اللجنة المتخصصة للاقتصاد التنمية والمالية بمناسبة تعيينه في المنصب. جاء ذلك لدى استقباله بمكتب اليوم وفد اللجنة برئاسة السيد مكواجة رئيس اللجنة. وأكد الوفد وقوفهم ودعمهم للوزير من أجل معالجة القضايا الاقتصادية بالبلاد. من جهته دعا وزير المالية اللجان الاقتصادية جهازين التنفيذي والتشريعي إلى العمل على تحقيق تطلعات الشعب جنوب السودان. The Parliament to this very important Minister of Finance. So I came with the team to come and pay a visit to the Minister
when he took over this assignment, we did not come, so we came to congratulate him for this new assignment. And we asked him that as a committee, we are going to cooperate. So in the same token, he responded that he will cooperate with us, and we are happy that he received us, and we talk, and we agree that to start from now on, let's do one work, let us cooperate. The Minister of Finance, the Committee, and the Parliament are very important for the welfare of this very important nation. In the government of transitional national government, I told them that as a Minister of Finance and Planning, I will cooperate with them. I will be giving them whatever they ask because all of us are public servants. We are representing the people of South Sudan, and if we wanted to deepen and strengthen the accountability and transparency, it is through interaction with the legislature and the committee in particular. حثت وزيرة الطرق والجسور رابيكا جيشو أوكاشي رابطة طلاب حزب الحركة الشعبية بأوغندا للسعي لتوحيد كافة المكونات السياسية والاجتماعية والإثنية لعكس ذهنية مشرقة لشعب جنوب السودان في الدول المحجرة. جاء ذلك لدى لقائها رابطة طلاب الحركة الشعبية بأوغندا برئاسة أنتوني أنجلو، حيث ناقش الاجتماع كيفية دعم رؤية الحركة الشعبية نحو آفاق أرحب لمخاطبة القضايا المحورية أجل بناء وتأهيل قيادة سياسية رشيدة قادرة على قيادة شؤون البلاد في المستقبل. To discuss how we can move forward and see how the ministers who are the SPLM are trying to support the SPLM to move with their activities forward. In our meeting with the minister, she tried to support the youth and tell them that capacity building is a priority. We should build ourselves in terms of training our new cadres who are coming up in Uganda and tell them the mission and vision of the SPLM. التقت السيدة رابيكا جيشو أوكاشي وزيرة الطرق والجسور اليوم الخميس بمكتبها السفير المصري لدى البلاد أيمن الجمال، حيث بحث اللقاء والسبل الكفيلة للتعاون المشترك والمساعدات التي يمكن أن تقدمها مصر للبلاد. هذا وقد اتفق جانبان على توفير الحماية للشركات المصرية المنفذة للمشاريع التنموية في البلاد. South Sudan, and therefore we have a great interest to have South Sudan as a route and for us to give the environment possible for that road or highway to pass through us. We also want to see how the companies are connected so that the Egyptian companies have a lot of good work in terms of roads, and they also have material. والمساعدات التي يمكن أن تقدمها مصر إلى جنوب السودان في مجال الطرق والكباري، وقدمت لها عرض عن الإمكانيات المتوفرة في مصر في مجال الطرق والتدريب والخطط الموضوع لربط ما بين الإسكندرية وجنوب أفريقيا. قدم وفد العامة للحركة الشعبية برئاسة السيدة نافين جون دعما اليوم عبارة عن مواد استهلاكية لدار الأيتام في جبعة. وأكد السيدة نافين التزام الحكومة بدعم كل الأيتام في كافة أرجاء البلاد، مناشدة المجتمع والمنظمات الخيرية وفاعلي الخير بمساعدة الأيتام. أمانة عامة للحركة الشعبية وجينا زرناهم وقدمنا بعض الدعم المادي، برضو قدمنا لهم دعم معنوي. فأنا من المحل ده أنا داير أناشد رجال الأعمال وسيدات الأعمال وكل القادة الوطنيين إنه لابد إنه نقف مع الأطفال المترددين. من جانبه قال السيد أنتي باسنيوك سكرتير الشؤون السياسية بحزب الحركة الشعبية إنهم سيتضامنون مع الجميع من أجل تحقيق مستقبل مشرق للأيتام. فنفيد صعوبات مواجهكم
ما بخلوا لكم براو لازم ناس بيجي عشان ناس يجي يشوف. إلى ذلك عرب السيد تومبيواني المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية عن شكره وتقديره للأمانة العامة للحركة الشعبية للدعم المقدم لدار الأيتام، داعيا الحكومة القومية والمنظمات الإنسانية إلى دعم الأيتام. لأنه أنتم خطيتوا في البرنامج إنه في سنتر تعبان أنتم فعلا فكرتوا فيه زي ما سكرتير بتاع قال فاز لبيروانس. ناشد حاكم ولاية غوغريال أبراهام قمك وجه قيادات الحركة الشعبية في الولاية بإضافة جهودهم لتوعية المواطنين ببرامج الحزب في جميع مقاطعات الولاية. وثمن الحاكم خلال اجتماع أعضاء الحزب في الولاية والذي حدث لمناقشة الخطط الاستراتيجية للحزب لعام 2017 ثمن جهود فخامة رئيس الجمهورية في تعيين حكام الولايات كرؤساء للأحزاب، مؤكدا التزامهم بالعمل لتحقيق طموحات المواطنين. To sensitize all our people from the grassroots to be aware of the SPLM activities starting from 2017. What are we going to do in SPLM as a party? We are going to make a census. After census, then maybe people are approaching to 2018, which is the election. ختاما لهذه النشرة مشاهدينا الكرام أقرأ المقدمة مرة ثانية.